أنا أقف في هذه السانحة نيابة عن أخواني في مجلس الإدارة وأسرة النادي وأسرة الجالية السودانية لنرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان والتهاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وإخوانه الكرام حكام الإمارات، ولصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. أيها الإخوة الكرام، في هذه السانحة نستذكر بعض الأوقات التي شاركنا فيها نفر كريم لا نراه الآن، ولكن منذ سنوات طويلة كانوا بيننا وكانوا يحتفلون معنا ويشاركوننا الاحتفال، فهم قد بدأوا منذ سنوات طويلة. أخونا السر الإمام ملح، أخواننا في الجالية الحاج ضيين، حسين أندل، الفنان حافظ، أخونا إبراهيم، وعدد كبير من الذين شاركونا الاحتفال بهذه المناسبة. قصدت بسرد هذه الأسماء لنؤكد على عمق العلاقة الإنسانية التي تربط بين شعبينا الكريمين، الشعب السوداني والشعب الإماراتي. نحن نحيي هذه العلاقة الممتدة إلى يومنا هذا. وفي هذه المناسبة التي يشارك في حضورها جمع كريم من الأخوان والأخوات، نرحب بأخونا المستشار الثقافي السيد الهندي عبد الله، وأخونا الأمين العام للنادي الاجتماعي السوداني بالفجيرة أخونا ياسر القراي، والشاعر الفخيمة عميقات وضيوفه، وأخونا عبد القادر من الملتقى الثقافي وضيوف، وأخواننا الكرام من كل مكان. ونرحب بصفة خاصة أخونا عمر عبد الرحيم أحمد، نتوجه له بالتحية. أخونا عمر، أهلا وسهلا في دارك مرة ثانية. والتحية لأهل السودان جميعا. أما عندما يكون لك التحية السيد أبو بكر ولكل الطاقم النادي السوداني بعجمان السودان، أما عندما يكون الحديث عن الغادة الذين يرسمون لنا ملامح الإنجاز، فعلينا أولا أن نتمثل الاحترام في الخطابة والرصانة في الإلقاء والأمانة في السرد. أما عندما يكون الحديث عن دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الحديث يأخذ شكل آخر، يأخذ برودة الصقيع في ترفعهم عن سفاسف الأمور. فالتحية لدولة الإمارات، دولة الإمارات قيادة وشعب، وسنظل على العهد باقون عشق حتى السمالة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. التحية عبرك سعادة المستشار للسيد القنصل، وإن شاء الله سودان آمن وسودان مستقر. وبقول عيدها الوطني جاء للشعب المفدى محفلا، حيث القلوب تعانقت وبحبهم صارت نقية، فيها العمارة والحضارة في عقول حماتها، وعزة في نفسها جعلت مواقفهم أبية. التحية والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة وإخوته الكرام، وأيضا لسمو الشيخ حميد النعيمي
أرض السودان الحبيبة عجمان السودان، وبقول سوداننا بيغريك السلام، والكل بيغريك السلام يا أبو خالد ابن زايد، يا همام تتقاصر الكلمات في مدحك، أبدأ من وين الكلام؟ يا فارس السحاد عموم، شبلي من ذاك الأسد، زايد الخير النشام، العلاقات الحميمة، جسر ثابت من زمان،